المراقبة الأمية داخل السجون قد تسهم في محاربة العود. وفي إطار برنامج سجون بدون عود، نظم السجن المحلي بالعيون عرضا مسرحيا لفائدة نزلاء السجن أدته فرقة بروفا للفنون المشهدية بتعاون مع المديرية الجهوية للثقافة. تفاصيل أكثر في ريبورتاج سالك بوجدور ومحمد مشنان. عرض مسرحي وتشخيص فني في حضرة نزلاء السجن المحلي بالعيون تماشيا مع أهداف برنامج سجون بدون عود، فصول مسرحية غزي ودماس، وسفر إبداعي في معاني القيم المواطنة ورسم صور التسامح والإخاء ونبذ العنف، تشخيص هادف على خشبة المسرح في قالب فكاهي مسرحي أحاط بأبعاد القيم الإنسانية ومثل التعايش والسلامة. هذا الإشعاع الثقافي يحاول ما أمكن أن يساهم في إنجاح تجربة هذه المؤسسة السجنية الواعدة في البرامج الثقافية والإشعاعية، ومن أجل إنجاح برامج سجن بلا عود والمساهمة في خلق دينامية ثقافية داخل هذه المؤسسة واستشراف المواهب ومساعدتها في المرور نحو فترة أحسن إن شاء الله. اليوم حصلنا الشرف عنا عرضنا مسرحية غزي ودماس في إطار الأنشطة اللي تقدمها الفرقة، وفي إطار توطين فرقة بروفا بدار الثقافة أم السعد. واليوم يجي هذا العرض اللي هو شرفنا عنا، جينا للمؤسسة السجنية في إطار برنامج سجون بدون عود، والمسرحية لقات واحد الصدى طيب لدى النزلاء، وإحنا جد سعداء أننا نعود هذه المسرحية مرات أخرى أو مسرحيات أخرى في إطار البرامج التي تنظمها المؤسسة لفائدة النزلاء بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال المجيد، وفي إطار فعاليات برنامج سجون بدون عود. تم هذا الصباح عرض نص مسرحي بشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بالعيون، واستفاد منهم 100 نازل. مسرحية غزي ودماس تشخص أدوارها الفنية المواطنة وتشجع على التعاون والاندماج بصورة متساوية والتعايش السلمي واحترام حقوق الأفراد ونبذ العنف في قالب فني كوميدي هادف تبع أطوارها 100 نزيل بالسجن المحلي الثاني بالعيون.